كيجي وقت الحفاظه ديال بصح فكتلقاو انكم كاتبين الخلاصات، لانه ما يمكنش تخليو حتى لاخر لحظه وعادي تبداو تقلبوا على الخلاصات، غياخذ منكم هذا واحد الوقت اللي هو كثير وكثير بزاف. فهذاك الوقت الاخير يكفي انكم تخدموا فيه تمارين، امتحانات، تحفظوا فيه، خاص يعني يكونوا الدروس عندكم موجودين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق أجمعين. كنتمنى إن شاء الله كيف ديما يلقاكم فيديو ديال اليوم في حال جيدة وفي أحسن الأحوال. أش خباركم؟ فين وصلتوا في المراجعة ديالكم أولا في التحضيرات ديالكم؟ شكون فيكم اللي باقي مستمر وغادي في الطريق ديالو كيبان لي أنه غادي مزيان، وشكون فيكم اللي فقد الحماس وصافي جالس وكيقول حتى العام الجاي؟ هذا العام ما بديتش بكري، ولكن العام الجاي إن شاء الله غادي نبدا بكري. ايوا سواء كنتم من هادو اولا من هادو، كنتمنى انكم تكملوا معايا الفيديو الى الاخر. المهم الا كنتو من هذوك الناس اللي كيحسوا براسهم انهم غادي مزيان والتحضيرات ديالهم راها غادي مزيان، فبغي نقول لكم فعلا هو ان شعوركم راه في محله، وفعلا راكم غاديين في الطريق الصحيحه ان شاء الله. الله ييسر امركم، ونتمنوا انكم تبقاو غاديين مواظبين بحال هكا، يعني راكم غاديين مزيان. بالنسبه لهذوك الفئه اللي كتحس براسها انها فاقده الحماس، كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق، هو ان هذيك الحماس الاول وهذاك الشعله اللي كتكون فينا وهذيك انه غادي ناخذ، حيت كيكون باقي واحد الامد طويل على داك الهدف واحد شويه، فحنا كنحسوا انه يعني قادرين اننا نوصلوا ليه. بمجرد ما كيبدا يقرب كيبدا تشدنا داك الخوف هذاك الرعب، كنحسوا بهذاك الشيء كثير، فحنا كنبداو نرجعوا للور وكنقولوا صافي نقدروا حتى العام الجاي من دابا وانا كنوجد، وهي ما غتوجدوا حتى شي حاجه باش نكونوا واضحين. غادي نوجد دابا بشويه عليا بشويه عليا، والعام الجاي ان شاء الله غنعاود نتفع، غادي نكون ديك الساعه راني موجد راسي. نبغي نقول لكم انكم راه غير يعني هذه مجرد اوهام، راه حتى دابا وباقي الحال، غير خاصكم تزيروا شويه. فاللي عليكم ندخلوا نيشان في الموضوع، اللي عليكم انكم غتاخذوا واحد جوج دفاتر او لا ثلاثه، يعني اللي باقي ما بداش وباغي يبدا وما عارفش كيفاش، غتاخذوا واحد جوج دفاتر او ثلاثه. بالنسبه للامهات ربات البيوت تقدروا انكم تقلبوا في الدفاتر ديال وليداتكم القدامين، فاكيد غادي تلقاو شي دفاتر اللي كيكونوا كاتبين فيهم شويه وما تبقى كله خاوي، داكشي ديال جيبوا 150 ورقه دفتر 200 ورقه وكيكتبوا ب 50 وكيبقاو داكشي الاخر. المهم هذه عن تجربه انا درتها، فكنشارك معكم التجربه بكل حذافيرها. المهم فغادي تاخذوا هذوك الدفيطرات، غتحيدوا دوك الوريقات، بغيتو تاخذوا دفاتر جداد لكم واسع النظر، يعني هذا هي مجرد اقتراح باش نسهل عليكم، حيت حتى هذيك الخرجه باش نمشيو نجيبوا دفاتر ربما بعض المرات اليوم غنجيبهم غدا غنجيبهم، فما عليكم غير يعني من قلب الدار غادي تمشيو غادي تقلبوا، غادي تاخذوا الدفيطرات اللي كاينين، غادي تحيدوا دوك الوريقات اللي عامرين اذا كانوا يعني ما بقاوش غادي يحتاجوهم، وغادي تقسموا الدفتر ديالكم على عدد المواد. يعني هاد الدفتر فيه مثلا جوج مواد اولا ثلاثه، الدفتر الثاني مثلا حتى هو جوج اولا ثلاثه، وغاديين بحال هكاك على حسب عدد الاوراق اللي عندكم. من بعد غادي تمشيو غادي تشوفوا المواد اللي عندكم كل ماده والدروس اللي فيها. كنعرفوا انه بحكم الاضرابات اللي كانوا كذا، فكنظن انه كاين يعني واحد النقص في شي، كنظن كاينين شي فقرات اللي نقصوا في بعض الدروس. المهم ما علينا، راه كيبقاو الدروس هما غادي تمشيو غادي تشوفوا هذوك الدروس ديال الدوره الاولى باش ما تبداوش بالدروس ديال الدوره الثانيه، وتبقاو غاديين هكا بالترتيب وما تدوخوش. كل درس على حده كتشوفوا كتفرجوا في الاساتذه اللي كتحسوا انهم كيوصلوا لكم المعلومه. فغادي انا فايت لي شاركت معكم هذا الموضوع هذا، تقدروا تدخلوا القناه تقلبوا تقدروا تلقاوه، وغادي تشوفوا الاستاذ نتوما اللي كترتاحوا معاه وغادي تتبعوا معاه الدرس. مني غادي تسمعوه غادي تحاولوا ما امكن انكم ديروا واحد الخلاصه على حسب داكشي اللي فهمتوه، وهذاك الدرس غادي تعاودوه وغادي تعاودوه وغادي تعاودوه. الا كان هكا كتحسوا هذاك الاستاذ راه هامل مثلا بعض الفقرات او لا شي حاجه بحال هكا، كتشوفوا في قناه وحده اخرى. فما شاء الله اليوتيوب غني بهذا المسائل هادو. المهم كتحاولوا ديروا واحد الخلاصه. اللي نبغي ننبهكم هو ان هذيك الخلاصه يعني ما تخادلوش عليها تقولوا حتى من بعد، راه كيدرك الوقت. مادام شفتوا الدرس حاولوا ما امكن تسجلوا النقاط المهمه اللي فهمتوا، واحد الخلاصه بسيطه. كاين اللي كيكون كيفتي وانتم كتحاولوا تكتبوا معاه، يعني كتكونوا دايرين واحد الوقت انكم هاد الوقت مخصصينه المراجعه، نعطيو لهذاك الفيديو حقه باش هكا تفهموا مزيان. ومني كيجي وقت الحفاظه ديال بصح
فكتلقاو انكم كاتبين الخلاصات لانه ما يمكنش تخليو حتى لاخر لحظه وعادي تبداو تقلبوا على الخلاصات. غياخذ منكم هذا واحد الوقت اللي هو كتير وكتير بزاف. فهذاك الوقت الاخير يكفي انكم تخدموا فيه تمارين، امتحانات، تحفظوا فيه. خاص يعني يكونوا الدروس عندكم موجودين. بهذه الطريقه هذه كنظن انكم غادي تكونوا غاديين مزيان. يعني كل ماده غادي تسجلوها بوحدها، الدروس ديالها غادي مرتبين بوحدهم، الخلاصات غاديين بوحدهم، وهكا يعني غادي تكونوا غادي مزيان. يعني الا كنتو كاتبين الخلاصات ديال جميع الدروس وغاديين بشويه 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 بحال هكا راكم غادي تكونوا مزيان. غير ما تهاونوش وما تحاولوش انكم توقفوا لانه باقي فعلا الوقت. غير خاصكم شويه تزيروا راسكم. فالايجابيه غادي تجي منكم نتوما، ما تسناوش شي واحد يحفزكم. الا كنتو كتسناو شي واحد انه يحفزكم فهذاك التحفيز كيكون مؤقت، يعني كتعيشوه غير واحد الفتره معينه وشويه عاوتاني كتدبلوا. ولكن الا كان عندكم واحد تحفيز داخلي، واحد الهدف باغيين بصح انكم توصلوا ليه، واحد الطموح لانكم باغيين يعني شي حاجه اللي من الداخل، شي حاجه كتنبعث منك انت، راه ماشي بحال شي حاجه كتلقاها من الخارج. راه كيف ما قلت لكم هذاك التحفيز اللي كيجي على برا كيكون غير مؤقت وكنسمعوه وكنتحفزوا فعلا واو غنديروا غنفعلوا غنتركوا. كدوز واحد الفتره معينه يعني كطفاو. اللي نبغي نقول لكم انه الايجابيه كتبدا منكم نتوما. ما تكونوش سلبيين وتقولوا مشى الوقت، لا لا، حاولوا ما امكن انكم تداركوا الوقت وتكونوا ان شاء الله يعني مسايرين لهذا الهدف ديالكم خطوه بخطوه. عفوا. المهم هادشي اللي نبغي نقول لكم. اللي عنده الامكانيات انه يزيد ساعات اضافيه في شي مواد كيحس براسو انه ما يقدرش مثلا يفهمهم او لا ما يقدرش يعطي فيهم بحكم انه كان منقطع مده طويله، فهذا حتى هو ممكن. غير راعيوا المساله وحده هو انكم يعني تقلبوا على الناس اللي فعلا يعني شنو نقول لكم تكون سمعتها جيده وتكون يعني معروفه. يعني يكون عندكم تقصدوا الناس اللي هي اهل لهاد المساله هذه. ما تعطيوش فلوسكم من ما كان، حيت كاين واحد التطفل بزاف على هذا المجال هذا. فانتم عرفوا لمن تعطيو فلوسكم باش هكا يعني تكونوا في ايادي امينه وتحصلوا على المعلومات اللي نتوما باغيين وتحصلوا على واحد المواكبه مزيانه. اللي ما عندوش امكانيات انه يدير الساعات الاضافيه فما عليه الا انه يتوجه لليوتيوب. راه فيه كل شيء بمعنى الكلمه. كنقول لكم فيه كل شيء لانني انا اعتمدت عليه بواحد الدرجه كبيره 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 بزاف، زائد الفيسبوك لانه في الاخر كيكونوا فيه لايفات. المهم تقدروا ترجعوا الفيديوهات السابقه وان شاء الله غادي تلقاو فيهم داكشي اللي كنتمنى يعني انكم تلقاو فيهم داكشي اللي كتبغيو او اللي بغيتو. وكنبغي من هذا المنبر هذا نشكر بزاف ديال الناس على التعاليق ديالهم جميله. وكاينين بزاف ديال الناس اللي كانوا كيكتبوا لي تعليقات فاش كانوا كيدوزوا الامتحانات ومن بعد رجعوا قالوا لي انني نجحت. فانا سعيده جدا وكما نقول لهم الف الف مبروك من هذا المنبر هذا، لانه بعض المرات ما كيوصلونيش واحد الاشعارات بانهم عاودوا كتبوا تعليق اخر. فهذا ما كنتمنى لكم التوفيق والاستمراريه والنجاح. ونبغي ان شاء الله انني فعلا نلقاكم انكم غادي الهدف ديالكم وتاخذوا الباك ديالكم، لانه ساهل كيبغي شويه ديال الخدمه شويه ديال الخدمه، وهي خدمه مؤقته يعني ما فيها باس. نزيدو نزيرو شويه راسنا ونحدوا ليه واحد الوقيت ونخرجوا من هذيك منطقه الراحه اللي كيقولوا الناس. واخا بعض المرات ما كنبغيوش نخرجوا منها عن تجربه، ماشي ماشي زعما انا راني واعره خارجه منها. المهم فبعض المرات كنبداو نعكزوا داكشي ولكن الامر يستحق. فهذيك اللحظه الاخيره فعلا كنقول لكم انها تستحق منكم كل مثابره وكل جهد وكل خدمه وكل ارق وكل حاجه. فعلا هذيك اللحظه ديال النجاح تستحق كل هذه الاحاسيس والمشاعر والضغط اللي غادي تحسوه دابا. كنبغي نقول لكم كيف ما كنقول لكم ديما دمتم في رعاية الرحمن دائما وأبدا.